أنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. صدق الله العظيم. صلى الله أن يتقبل من شيخ صالح وكل شيوخنا الكرام وكل من سأل الله عز وجل بنصرة القوات المسلحة وثبات الأمة وكشف الخونة والجواسيس والمتعاونين في الداخل والخارج. تقبل الله دعاءهم أجمعين يا رب العالمين. مقلوب مستفزة المتنصر على نصر مهزة عدنا اسمنا
سهر النجم العيون ويمشي بالجبال عليه أغانينا طبيب الطرافي حبيب الروح براتي حبيب الروح براتي وما بينفع بلاتي والحريق أباني. طيب السلام عليكم، مساء الخير، كيف اخباركم؟ ان شاء الله طيبين. اسف اللايف وبر اللايف، كيف احوالكم؟ ان شاء الله طيبين. قوات مسلحة، قوات المسلحة اللي في الشارع، قوات المسلحة اللي في المقدمات، الناس اللي برا السودان في حالة لجوء، الناس الداخلة في السودان في حالة نزوح، ان شاء الله انتوا كويسين. أسر المستنفر المستنفرين، الناس استبدت مع الحق، كيف احوالكم؟ طمنونا عليكم، ان شاء الله انتوا طيبين. مفروض اطلع قبل فترة كده، كنت بسمع في اغنية كده، وانا طبعا يعني ما بسمع الغنى، يعني في عالم تاني بسمع بغنية كتير بنحبها، عندها ارتباط بالوجدان والسودان، لكن دار اوريك الفرق. يعني انا الزول ده بقول في شنو، واضافة محمود فيها واللحن وكله، لكن دار اشوف الشاعر ده كان بيكتب في شنو. يعني الشاعر ده كان بيكتب في شنو. هو الحاجة قال ليالي الخير جادا، واحدة من الليلات الطيبة، جادت بشنو؟ من المحبوب نسايم الليل عادا. واضح انه هو حينوم وحيشوفها في المنام. نشوفه وصفها في المنام كيف. اجدادنا القدماء كانوا بيشوفوا المرأة في المنام كيف. ركز معي، يعني هو ده بيشرح في حلم. نشوفه شاف المحبوبة عاملة شنو في الحلم. الكلام ده ما في الواقع، وما شافها في الواقع وصفها، هو شافها في الحلم. شافها كيف؟ الزول لما نحلم بمرأة أو المرأة تحلم براجل بطل كده وماشي وما عارف شنو بتاع، شوف الحياة في الحلم. لا 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 حاجة، ركزي. شوفوا كانوا بيشوفوكم كيف. لا 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 ده ما حياة في الواقع. لا لا لا. أول حاجة وصف إنه لما رآها قال ليالي الخير. طيب ليالي الخير عمل شنو؟ واحدة من الليالي. طيب وصفها، وصف لنا.
قال شفت في الأحلام ظبا يتهادن. شوف وصفهم بشنو. ما قال والله شفت في الأحلام نسوان جاريات. لا 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 لا، وصفهم كيف. شوف الحياة، هو حلمان. لا 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 حاجة، لا لا لا، شوفهم كيف. قال شفت في الأحلام ظبا يتهادم. ما قال شفت في الأحلام بنات جاريات. واحد من رخيم نغمات خلي تنادن. لما بيتكلم مع بعض برخيم نغمات، بيتكلموا مع بعض صوت رخيم وهادي ونغمة. تعالي هنا كده، صوت كده ما في، فهمتني؟ صوت كده لا 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 حاجة، هو بيحلم. هو شايفكم كيف. لا 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 لا. يقول لك انت ما سوداني وانت يا اخي، حاجة عن الحلم بيه حاجة. ده كلام بعيد، ده كلام بعيد شديد. قال شفت في الأحلام ظبا يتهادم، ما قال شفت بنات. بيتكلموا مع بعض بصوت عالي وبصرخوا بيتمايعوا في الصوت. لا لا، قال من رخيم نغمات خلي تنادم. بتنادوا برخيم النغمة. تعالي هنا يا غزالة، صوت كده رخيم محترم. طيب اوصف لنا حالك. هو شاف الموضوع ده، قال عبرات الشوق بيو ازدادا، وهن واقفات قدامه. ما قال حاجة تانية، وصف إحساسه. هو قدامه في حلمه، متحكم في حلمه، داير يعمل أي حاجة في حلمه بيعملها. قال وعبرات الشوق بي ازدادا، تلك الأحلام لي تتمادن. حلم زي ده داير يستمر. طيب يا أخي وصف لنا لابسات شنو. حيتجاوز الحتة دي؟ لا لا، حيوصف لك حاجة اسمها كان بيشوفك كيف. عيني وصف هدومك كيف. عليك الله وصف لنا لابسات شنو. قال شفت الحسن. لا 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 لا، جاي يوصف هدومي يا حجاج. قال شفت الحسن لا 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 لا. قال شفت الحسن الحافل رافل في ثياب العز، والعز كافل جوا حلمه. شوف الحياء يا حجة. هو حلمان بقى، انت سيد الحلم. شاف الظبا يتهادن. وصف بمزاجك، اوصف. لا 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 حجة، حاجة. ده شغل بعيد شديد، بعيد شديد. لابسات شنو؟ في الحلم قال وتايه غافل حتى جوا الحلم. ظن مراقب جوا الحلم.
البيت بتمشي في الشارع مش بتتلفت، اخوها شافه، خاله شافه، عمها في الدكان جاي، جدها جاي من السوق، مش البيت تكون ماشيه مدنجر وبتكشف كده مع انها ماشيه صاحبتها وجيرانه يعني. حتى في الحلم تايه غافل ظن مراقب. لا لا حج الناس ديل بعيدين 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 بعيدين. الحمد لله الواحد سوداني. والغنى ده انا بسمعها سنين يعني، طبعا مأسور بصوت محمود ومقدراته، ما بقدر افكر في الكلام. فالليله قبل اللايف كنت بسمع فيه، كنت يا اخي كيف السنين دي كلها انا يعني تايه طبعا غرقان في صوت محمود، ما بسمع حاجه يعني، ما بفهم بيقول في شنو، ما اعرف اقول في شنو حقيقه يعني. انا 90% من اغاني محمود ما اعرف اقول في شنو والله جد. لا 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 حج الناس زي ده في الحلم، في الحلم لابسه ثوب العز والحسن والكمال. طيب السلام عليكم، كيف اخباركم؟ ان شاء الله كويسين. كيف الحال والاحوال دون الناس اللي في اللايف وغير اللايف؟ ان شاء الله انتم طيبين، طمنونا عليكم. ناس تهدى، ما تنشن، ودائما في المصائب عقلك يكون حاضر، كما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر في المصيبه في اللحظه الاولى، 3 دقائق الاولى دي لازم تصندد، بعديها عشان مخك يشتغل تحل المشكله. دار تبكي وتولول وكده نهونا عن شق الجيوب وعن اظهار المصاب ورمي التراب احنا ما لازم زول يكون واعي وحاضر في المصيبه عشان يحل المشكله. فاحنا كلنا الزول ده ان شاء الله. واحنا الان في كارثه تقريبا، اذا اخذتها بمقياس ريختر بتاع الكوارث فهي كزلزال، اخف وطأة من الزلزال السابق، لانه ذاك جاء حين غدره كده والناس ما مركزه ومجمعه ومصدومه، وبعدين مارسوا فينا الصدمه والترويع، اغتصاب، قتل قدامك، انتهاك قدامك، شتتوا تفكيرك، بقيت ما عرفت تمشي على وين. يعني الواحد بيكون ماشي في الشارع ماشي وين ما وما عارف، 7 شهور بيكون ما عارف. فعلا ده اللي حصل في السودان يعني الواحد الصحراء دي ما في قلب، ورحله الناس ما بتمشي الصحراء، مشي برجولهم ودخلوا بلدان. فالصبر في المصيبه اللحظه الاولى يعني. طيب السيد الرئيس او السيد رئيس الجيش كما يقولوا حلفاء الجدد، بيقول له رئيس الجيش قال خطاب ليلة، قال خطاب في قال خطاب في عامل الزول ده قلب. طيب السيد الرئيس قال خطاب في احتفالية هيئة الأركان، تسليم وتسلم، تاني عمل احتفالية، حنيجي نتكلم عن المسألة دي، لكن نسمع خطابه الليلة، طريقة كلامه واللي كنا منتظرينها يعني، احنا دايرين نشوفه هيقول شنو. نسمع الكلام ولا الاشاعات، ما في زول بشري مفاوضات، ولا تفاوضنا مع الزول ولا بنتفاوض مع المتمردين ديل، ولا بنتفاوض مع كل زول داعم للمتمردين. نحن اذا كان في زول داير يتفاوض من الناس بعد خط السلاح مستسلم، نحن ممكن نتفاوض معه، لكن زول شايل السلاح وبيكتب في السودانيين لن نتفاوض معه ولن نسلم دين البلد زي مره اخرى. لكم التحيه ولكم التقدير، ونطمن اهلنا في كل مكان، اخواننا النازحين اللاجئين المشردين، نقول لهم والله نحن جايين لكم. القوات المسلحه دي عازمه بمعيه الشعب السوداني والمناسبه المساندين لها، يسعوكم في كل مكان ويزيلوا عنكم الاذى ويزيلوا عنكم الغول ويزيلوا عنكم ما لحقكم من ظلم من هؤلاء المرتزقه الملاجئ الجنجويين الرباطه. يعني ما في تطش كده بتاع الاحساس بتاع الصدق داك ما في. وبعدين هنا قرب يقول شنو؟
قرب يقول احنا بنطمن اخواننا في المعسكرات وكده. ايوه دي اخواننا النازحين اللاجئين المشردين، نقول لهم والله ان احنا جايين لكم. القوات المسلحه دي عازمه بمعيه الشعب السوداني والمناصر المساندين لها. قرب يقول والمتمردين، لكن نساء ما برقت. انتبه على الاقل اسمع الحته دي. والله قرب نقول لهم يقول والله ان احنا جايين لكم. القوات المسلحه دي عازمه بمعيه الشعب السوداني والمتمردين المساندين لها يسووكم في كل مكان. اقسم بالله قرب يقول لا يقول والمتمر. ربنا انطقك، لكن انا قبضتك، اني قبضتك. اسمع يا حجه عشان ما تقولي ظالمه. ها المشردين، نقول لهم والله ان احنا جايين لكم. القوات المسلحه دي عازمه بمعيه الشعب السوداني والمناصر المساندين. اقسم بالله لا يقول والمتمردين، لكن قلت لا يقول لنا واحنا والقوات المسلحه والمتمردين جايين لكم. والله بس مرقت حجه عشان ما تقول الظالم. اخر واحد لا يقول والمتمردين، الجيش السوداني والمتمردين جايين للاجئين. اسمع في السودانيين لن نتفاوض معهم ولن نسلم دقن البلد ثاني مره اخرى. لكم تحيه ولكم تقدير، ونطمن اهلنا في كل مكان. اخواننا النازحين اللاجئين المشردين، نقول لهم والله ان احنا جايين لكم. القوات المسلحه دي عازمه بمعيه الشعب السوداني والمناصر المساندين. اقسم بالله ده يقول والمتمردين. طيب ده البرهان الليله. البرهان قبل سنه كان بيقول شنو؟ نسمعه برضو عشان ما نظلمه. نسمعه قبل سنة خطابه كان كيف؟ يمشي هيك في الشارع. الكلام ده طبعا احنا نفتكر انه زمن ولا زمان مع ناس الجماعه كانوا زمان بيتكلموا وبلساتك المجد لها والمجد لفلان والمجد لعلان. ما في مجد للساتك ثاني، المجد للبندقيه دي بس ثاني ما في. على العموم ده كان زمان بيهتفوا لك، ده قبل سنة. شوف اللغة يا حج اتغيرت كيف. يمشي هيك في الشارع. الكلام ده طبعا احنا نفتكر انه زمن ولا زمان مع ناس الجماعه كانوا زمان بيتكلموا وبلساتك المجد لها والمجد لفلان والمجد لعلان. ما في مجد للساتك ثاني، المجد للبندقيه دي بس ثاني ما في. وانت هسه قبل ايام سيد الرئيس او سيدهم سيد القحاتة رئيس الجيش، كنت بتقول الدار يجي السودان حضن الوطن فاتح. تنسيت ولا شنو؟ ما كان ديل ذاته الناس المجد للساتك. قلت منو اللي بفاوض برا والاشاعات اللي بتقولوا فيها؟ انت ما سافرت وريتنا سافرت وين؟ احنا بنسمع للقحاتة، ده بقى الاعلام الرسمي حقك. هسه وانا بتكلم معاك الصحفيه اللي قاعده في دبي بتقطع كلامي بقى ثابته، والبودكاست حقها ثابت. صرفه ضيق قال شنو؟ ده اللي بيقوا يدافعوا عنك. القحاتة في هجوم شديد على البرهان، هم دول اللي بيدافعوا عنك. انت ما قلت قبل كده لا في مجد لساتك لا في بتاع قبل سنه؟ هسه انت مع نفسك بتطلع في اي محفل بتقول والله دارج حضن الوطن من البر ديل المرحب به، وديت توجيه لكامل ادريس انه يجدد لهم ورقهم ووثائقهم. ده ما انت ذاتك ما تيجي تقول لي يا اخي بتسمعوا للاشاعات ما في مفاوضات. سافرت برلين ولا ما سافرت؟ انت ما سافرت. كامل ادريس ما طلع بلسان الحكومه قال نشكر المنظمات الغير رسميه والاحزاب الشاركت في برلين. بتقولوا بيان الخارجيه انت ما معترف بمؤتمر برلين. طيب معترف باردول ده؟ اردول ده مش قاعد مع منو يعني؟ انت اردول الحسي قاعد معاك ده في الخرطوم دي مش قاعد مع منو؟ اردول ده مش جزء من الحكومه بتاعتك، من الكتله الديمقراطيه؟ انت قالوا مش فاوض منو في برلين؟ ده غير اختفائك انت من عمان 3 و4 يوم ما عارفين انك مشيت وين. والاشاعات قالوا مشيت قعدت مع حميتي وقعدت مع الامارات وقعدت في برلين ذاتها. انت كلفت خاطرك تعمل مؤتمر صحفي بعد ما رجعت تقولوا ما تسمعوا للاشاعات؟ لا بنسمع للاشاعات. انت احترمتنا؟ وزير اعلامك الناطق الرسمي باسم القوات المسلحه فيهن واحد لما دخلتك وراعد دي في المطار ثاني يوم ما شفناك قاعد مع النرقبه. النرقبه دي جبتوا بشنو؟ قال احنا ما بنسمع للمتمردين
الا الزول يخد سلاحه وبعدين نتفاوض معه. اول حاجه دي خدعه قانونيه دستوريه. كيف تفاوض الزول بعد ما يخد سلاحه؟ كيف تفاوض الزول بعد ما يخد سلاحه؟ اللي بتفاوضه بعد ما يخد سلاحه بيبقى شريك في السلطه والثروه والدوله. بتفاوضه قبل ما يخد سلاحه، تتفق معاه انك انت هتخد السلاح. كيف يا حجه؟ بيقول لي انا متحامل على البرهان، خير وعديله وزين. وحسي هو طبعا بوجه في اللسان ده وفي الكلام ده بحاول يحمي نفسه. احنا ما قاعدين نهاجمك. انا داير اسالك سؤال واحد. انت قاعد تقول احنا بننفذ في اتفاقيه جده، صح؟ وده كل الاعلام اللي بيطلع بساندك المدفوع، واي زول حس بساند فيك هو مدفوع. طب داير ادرس عصر. داير اسالك سؤال واحد. النرقبه دي جايه بناء على اتفاق. خلاص احنا ما عرفنا انه ما عندنا قانون العفو والعام، عرفنا انه ما عندنا شروط الاستسلام، وعرفنا انه النرقبه بلسانه قال انا انضميت. كلام حلو. انت جبت النرقبه ده كيكل السافنا كل القوات بتاعت الدعم السريع الحديدي جبتهم بشنو؟ سؤال يا حجه محترم ولطيف ولذيذ، صح؟ صح. قبل 10 يوم طلعت هنا لايف، وجهت فلان وفلان وفلان، قلت لهم اعملوا لي جدول لاتفاقيه جده، صح؟ قلت لهم دايرين نعرف البنود اللي طالبوا بها الدعم السريع ال 21 بند. انا قمت اتهمت البرهان اتهام مباشر، قلت له انت الان قاعد تنفذ في اتفاقيه جده لكن في شروط الدعم السريع، ويا فلان نزل لي الاتفاقيه حق جده، شروط الدعم السريع وشروط القوات المسلحه. شروط القوات المسلحه بتقول شنو يا حجه؟ انه قوات الدعم السريع تعلن استسلامها، 1، تسلم سلاحها وعتاد العسكري، 2، تدخل في معسكرات، 3، بإشراف أممي، 4، بعد ذاك تحصل محاسبات ومحاكمات للذين تثبت عليهم جريمة القتل، جريمة الإبادة، ترويع الناس، سرقة الناس، 4، بعدين بيحصل خيار للصالحين فيهم إنه يدمجوا في القوات المسلحة أو يسرحوا في الحياة المدنية، 5. البرهان عمل للنرقبة كم واحدة في دي؟ انت بتتحامل عليه، وانت الناس دي لما نحن شقينا المليش شق ميتين كون ذاته تحامير ولا شنو؟ ما قدرت تستوعب انه دي قياده جديده للدعم السريع. اتنقل الدعم السريع من مناطق بعيده، وما هسه كان مرتزقه بحاربوا في منه، انتهوا من دارفور، انتهوا من كردفان، مرتزقه قاعدين في السودان. الليله البرهان في الاجتماع ده قال انه ما زال تدفقات المرتزقه الى السودان. حلو، قاعدين يعملوا شنو المرتزقه دي؟ الفاشل فضل فيها شنو ينهبوا؟ ولا حاجه. بارة فضل فيها شنو ينهبوا؟ ولا حاجه. الحته اللي فيها حاجه ينهبوها وين؟ الحته اللي بيدخل فيها الجماعه دي. انا داير اسالك بالله، وداير اسال كل الداعمين للقوات المسلحه، وداير اسال كل اللي بيطلعوا يحللوا يدعموا القوات المسلحه، والجيش انتم ما عارفين انه بيشتغل باستراتيجيه. الاستراتيجيه اللي خلقت حميتي في ده تاني استراتيجيه. انت خالف يا اخي. ما تحاسبوا بقانون العفو والعام ولا المحاسبه، ولا انه وزير العدل يفعل القانون وانه يقول للناس ينزل عنده شكوى خاصه ضد كيكل، ضد سافنا، ضد النرقبه، ضد بقال اللي يفتح بلاغ. وزير العدل بتاعنا ده باطل، ما بقوله، ما بقوله ولا حيقوله. انا كلامك ده متفق معك فيه، انا متفق مع الكلام ده. انا داير اسالك، البرهان ده جاب النرقبه بشروط جده. شروط جده بتقول انه النرقبه يسلم في معسكر اسمه الاستسلام. ده الحاجه اللي انت بتعمل فيها دي ما اللي اتفقنا عليها. احنا ما اتفقنا على الحاجه دي. مشيت انت وقعت اتفاقيه في جده، الناس قبلوا بيها، طلعت قلت لنا شروط الاتفاقيه دي في مصلحه الشعب السوداني، قبلنا انه الدعم السريع يسلم، قبلنا، قلت لنا حتحاسبه، قبلنا، حيسلم سلاحه، قبلنا. احنا نشوف الليله انت اديت النرقبه عربيه حقت الدوله، معناها شنو؟ الرساله شنو؟ الناس يقول لك مستفزه. لا لا، خليني من الكلام المستفز والكلام الفاضي ده، وخدها ليه بالقانون. اتفاقيه جده بتقول شنو؟ طبقها ليه في النرقبه؟ طبقها في النرقبه. النرقبه ده مش طلع من الدعم السريع؟ ايوه. هل انت حتقاتل مع النرقبه الان بالقواعد العسكريه؟ هل انت بتقاتل مع النرقبه الان؟ يعني النرقبه بكره حيخش معركه، لو البرهان قال لك حيخش بكره معركه، البرهان كذاب. لو رئيس اركان قال لك النرقبه حندخله الميدان بعد 3 شهور، ياسر العطا كذاب ورئيس اركان كذاب. احنا القوات حقتنا لما تنسحب من منطقه بنخدها بين 9 شهور لسنه.
القوة اللي انسحبت من الجزيرة، القوة اللي انسحبت من جبل موية ما دخلت الميدان، بيحصل لك إعادة تأهيل. بيحصل لك إعادة تأهيل. أول حاجة عشان تعرف إنه تثق في أخوك تاني، بيتكلموا معاك مخاطبات 9 شهور. القوات اللي انسحبت من الفرقة 16 المشى الجبيت الغايدة جودات، دي انتوا شفتوها في كوستي بعد كم؟ بعد سنة وشوية. المشى زارنا البرهان ذاته في خطابه الشهير اللي كان بيتكلم مع القحاتة، قال لهم انتوا بتصفقوا له وتضحكوا له الأراجوز القتل نسوانكم واغتصبوا أمهاتكم، ده كان في الجبيت. فأي قوة تنسحب من الميدان لازم يحصل لها إعادة تأهيل. إعادة التأهيل دي مهمة، ما معناه إنه الزول خاف ولا كده، لأنه ممكن تكون ثقتك في أخوك في الميدان اتهزت. شفت أخوك رمى سلاحه جرى، شفت أخوك وقف التاتشر بتاعه جرى، فلازم يحصل تاني. إحنا أخواننا وحنحارب مع بعض وصف لازم. فما بالك بقوة كانت ضدي أصلا عقيدتها تقتلني، ده ما بدخله معي الميدان. فلما تيجي تقول لي ضميت النور قبه وحشوفه في الميدان، البرهان كذاب ما حيعمل الحاجه بقواعد الجيش، ما بيقدر كذاب. اضمنك شنو هسه تمشي مع النور قبه ده يغنج بك في الخلا؟ ضماناتك شنو؟ ضماناتكم شنو؟ اضمنك شنو انك ماشي مع النور قبه ده يرفع احداثيات القوه حقتك؟ لا يمكن، يستحيل انه النور قبه ده ينضم لقوه تبع القوات المسلحه يتحرك متر واحد. الكلام ده انسوه، الكلام ده انسوه، ما حيحصل. بيحصل ممكن بعد فتره، انا لسه عندي الامل يعني بمشي معاك في خطك انه النور قبه حينضم والقوى المشتركه. الكلام ده ما حيحصل، وخدها مني ما حيحصل، كذاب. النور قبه جه هنا عنده غرض ثاني، الغرض الثاني عنده غرض، ما ماشي دارفور يا اخوي، قواته مشى كذاب ما حيمشي. الناس اليوم ده جايبينهم بالليل فيديو قال لك انه القبه قواته متحركه على ده، ما حيمشي. بل ما احنا بالمنطق، انا بتكلم معاك منطق. يعني انه القبه ده حرك معاه مسيراتي، لو واحد من اولاده دول اللي بيرفعوا فيديوهات من ام درمان او من الخرطوم او من كبر الحلفايه زي امبارح او من القصر الجمهوري او من شارع النيل قام صور لي القوه بتاعتي دي، ما كلهم. لما انت المفروض تشتغل شغل استخباراتي، انت تشتغل شغل استخباراتي اقل حاجه. القوات المسلحه وريتكم الضابط الرد علي اول يوم اتكلمت عن النور قبه، قال لي احنا ما سذج. قلت له انت ما ساذج، لكن انت زول عميل، انت جبته اصلا يا اخي ما تحطه في معسكر. وجوده في السوق بتاع الدبه ده، وجوده في نص المواطنين، اشاعات انه النور قبه ده قاعد في مدرمان، دي ما كفايه انك انت ما جاي. الزول ده بكاكي بتاع الدعم السريع، لسه لابس الكاكي بتاع الدعم السريع، فتيجي تقول لي انا ما ساذج. انت ما ساذج فعلا، انت شغال في مخطط. انت هسه البرهان قال احنا ما حنسلم البلد، دقنا البلد دي لزول ثاني، وانت هسه بتعمله للنور قبه ده شنو؟ اشرح لي اللي بتعمله للنور قبه ده شنو؟ قلت اي زول يجي ياخذ سلاح ويستسلم، انت كذاب. النور قبه طلع قال انا انضميت للقوات المسلحه، انت كذاب. هسه ده كلامك الليله، والنور قبه قاعد معاك في الاحتفال ده، هسه ده كلامك صح؟ انت ما تقول لي كلام ساي. واحد يجي يقول لي انت مهاجمه، انت شايله مع النور قبه. النور قبه ده مفروض يكون في قواعد، خلاص قواعد القوات المسلحه بتاعت التسليم، قواعد الاستخبارات العسكريه بتاعت التسليم، القواعد بتاعت قانون العفو العام، القواعد بتاع القانون بتاع الحق الخاص، المحاسبات، المحاكمات. اي زول عنده بلاغ ده كله انت ما عملته. خلاص طب لي اتفاقيه جده. اتفاقيه جده بتقول الزول ده يخش لي معسكر، اتفاقيه جده بتقول لي الزول ده يسلمني سلاحه، ده كله انت ما عملته. خدت النور قبه الليله في اجتماع هيئه اركان القوات المسلحه. امبارح هيئه الاركان دي كانت، امبارح محمد عثمان الحسين ده كان بيحارب في النور قبه اللي هو رئيس هيئه اركان السابق. الليله سلموا تاني، عملوا احتفال تسليم وتسلم. هسه لينا شهر احنا الناس بتموت في الكرمك، الدلج محاصر، النيل الازرق محاصر، الخريف جاي، لسه احنا شهر ونص في تسليم وتسلم. ياسر العطا ومحمد عثمان الحسين لحد ما النور قبه دخل الخرطوم جوا. طيب يا اخواننا ما نطبق فيه اتفاقيه جده، ده اقل حق، اقل حق، اقل حق عشان تحفظ حياتك. انت كل يوم بتسمع لك في اخبار، وامبارح الليل كله الناس ما نايمه، قوات بتاعت المشتركه اتحركت، في تحركات في مدرمان، في تحركات في الربك، في تمرد، النور قبه حيصطدم. انت كل يوم في الحاله دي، اجي اطالب لك بحقك تقول لي انت شايله مع النور قبه؟ يا بتشيل همومك وتبكي. انت ما تطبق القانون اللي بيحفظ لك. بكره الصباح تيجي تقول لي ما قلت لي انا ارجع انت ذاتك يا اخي، انت شفت اللي لسه بيقول لي اسكت من النور قبه وما تتكلم في البرهان، بكره الصباح يجي يقول لي انت ما قلت لي انا ارجع الخرطوم، وانت طرطور قلت لك انا ارجع، خلاص ارجع، ما بامن فيك.
افتح ميتينك ده اتكلم، افتح خشمك ده اتكلم في حقك. هسي ده ما حقك. جيبين من نور قبه، طبق اتفاقيه جده. عندك معي شنو تاني؟ ارجل زول فيكم عندك معي شنو؟ خليني من انبذ البرهان ولا انبذ حبوبتك. انا سالتك سؤال، طبق اتفاقيه جده بس. تاني في كلام؟ في كلام معي؟ النور قبه سلم النور قبه، طبق لي فيه اتفاقيه جده. ما طبقت في اتفاقيه جده في النور قبه ليه؟ لانه النور قبه ما سلم. لانه النور قبه ما سلم. لانك انت عملت معه حاجه تانية. انت كذاب بس. انت ما تقعد تلف وتدور. شايله مع البرهان، خلاص شايله مع البرهان، شايله مع النور قبه، شايله مع النور قبه. تاني عندك كلام؟ يطبق اتفاقيه جده. خلي النور قبه ياخد سلاحه. دي الاتفاقيه اللي انت مضيتها في جده برعايه امريكيه وسعوديه، صح؟ خليه يطبقها فيه كالراجل. وانت ذاتك كالراجل يقول لي الكلام، ما تقول لي انا، ما تقول لي انا. الموضوع ده ماشي في اتجاه غلط يا اخواننا. الخط ده ما خطنا يا اخواننا. حتدفع الثمن انت، حتدفع الثمن انت قريب. لكن خير وعديل يا زلمه. هسه هو قال شنو؟ هسه هو قال شنو؟ اسمع اسمع. الناس ما يسمعون الكلام ولا الاشاعات، ما في زول بشري مفاوضات ولا تفاوضنا مع الزول ولا بنتفاوض مع المتمردين ديل ولا بنتفاوض مع كل زول داعي للمتمردين. نحن اذا كان في زول داير يتفاوض من الناس بعد خط السلاح يستسلم، نحن قال بعد ما يخط السلاح ويستسلم بعدين نتفاوض معه. النور قبه استسلم يا برهان؟ سؤال وجواب. النور قبه استسلم؟ النور قبه استسلم؟ داير زول فيكم نرد ليه النور قبه استسلم؟ فما نحن حقيقة يعني ما في نقطة تحت الاستسلام. نحن الانضمام، نحن انضمينا على القوات المسلحة انضمام. نحن مسلح ولظروف ما. انا اسمعك لا عشان ما تقعد تسوق نساي. حقيقة يعني ما في نقطة تحت الاستسلام. نحن الانضمام، نحن انضمينا على القوات المسلحة انضمام. نحن صراحة من رحم القوات المسلحة. بس تمام. شغلنا لك قبل كده قال هو من رحم القوات المسلحة. الزول ده قال لك عديل انا ما استسلمت. انت كيف تقول اي زول داير يتفاوض يخد سلاح وبعدين نتفاوض معه؟ التفاوض بيكون قبل خط السلاح. تعرفوا لي الزول ده متمرد ما زال، الزول ده منضم، الزول ده عنده اتفاقيه هيعملها معه، الزول ده هيستلم سلاح وهيخلي معه، الزول ده تيجي تقول لنا ما تسمعوا الاشاعات. لا بنسمع الاشاعات، ودي حاجه ما بتخصك. نسمع اشاعات ما نسمع، دي حاجه ما بتخصك. انت مالك ومالنا. الكلام ده لمنو يصرف؟ للبرهان طبعا. لمنو يعني؟ للبرهان. انت بتقول لي ما اسمع يا زول، بسمع اشاعات. لا اضاني دي حقتك. مالك ومالي يا زول. في زول قال انك قعدت في برلين ما تطلع تعمل مؤتمر صحفي. انت ليه جريت عملت مؤتمرك ده في نص العساكر بتاعينك وعملت علي قهوه بالليل؟ انت ما تواجه السودانيين عديل. اعمل مؤتمر صحفي ورينا سافرت برا سويت شنو. قالوا نادوك برلين، انت اختفيت 3 يوم من عمان. قول مشيت وين؟ ما بتقدر. انت ما بتقدر تيجي تقول لي بتسمعوا يا زول. بنسمع الاشاعات. مالك ومالنا انت مالك ومالنا. بنسمع الاشاعات. بينه وبينك شنو؟ ناطق رسمي وزير اعلام ولا تعمل مؤتمر صحفي؟ انت ما تواجهنا. انت تعال واجهنا. الاشاعات اللي سمعتوها دي سمعتوها من وين؟ سمعناها من اي حته، حاجه ما بتخصك. خلاص الاشاعات دي قالت انا كنت وين؟ قالوا انت مشيت عمان قعدت مع الاماراتيين. الكلام ده ما حاصل. تكلمنا مع العمانيين في 1 2 3 بعد ما ننتهي من قصه العلاقات الاخويه مع عمان. تكلمت مع عمان في شنو؟ تكلمت مع عمان في شنو؟
ما حتجاوب. مشيت السعوديه قباله، مشيت السعوديه لقيت محمد بن سلمان، صح؟ ايوه. عملت معه شنو؟ عملت معه شنو؟ احنا في السعوديه سمعناه من القحات القراب منك، قالوا انت في السعوديه حتطبق الرباعيه والاطاري. دي اشاعه، اطلع يرد علينا قول لنا دي اشاعه، كنت بتكلم مع محمد بن سلمان 1 2 3. لا تستطيع. ما بتقدر. قاعدين تسمعوا في الاشاعات. وينو اعلامك الرسمي؟ اعلامك الرسمي وينو؟ انت وقت خايف على انت وقت خايف على الشعب السوداني وخايف علينا من الاشاعات وخايف علينا من الترويج، ما تقام لنا مؤتمر صحفي. لكن لميت العساكر بتاعنا دول قعدت في القاعه الليله. جميل. اثناء ما هو مشى القاعه دي وتكلم، بعد ما مشى القاعه دي ويتكلم، تصريحات السيد النور قبه وينه؟ تصريحات السيد النور قبه قدام البرهان. اسمع يا حجة قال شنو؟ ثانية نبدأ لك من الأول. ما دار نبدأ من الأول ليه؟ أيوة كده تمام. والله العظيم الخرطوم الشفشافة أكلوا كأنه طلبوني ساحة. والله ذلك شفت ما قلت الخرطوم. والله الخرطوم مجح بحالة، أهل مرتاحين، أهل مستقرين، الأطفال قاعدين في التعليم، الصحة موجودة، الناس مرتاحين كأنه ما في حرب. ليه أهلنا قعدوا مشردين؟ ليه أهلنا قعدوا مطاردين؟ ليه أهلنا يوم يموتوا؟ الناس دول ما عندهم شغله بزول بموت ولا شاب موت ولا متعلم موت ولا مثقف موت، عليهم بالقضيه دي ينجحوا فيها. ودوا املاكهم برا السودان، مرقوا اخوانهم واسرتهم العزيزه عليهم برا السودان وقاعدين يتاجروا بيهم. يوجه في خطاب للدعم السريع. في ظاهر الخطاب ده انه خطاب مبني على وعي ووطنيه واسباب انضمام للقوات المسلحه. فبدا كلامه قال الليله الخرطوم دي بعد ما نهبوها الشفشافه وسرقوها رجعت زي ما هي، رجعت والناس مرتاحين والناس ماكلين وشاربين. الخطاب ده لقاكم وين؟ يعني انت جاي هسه الليله تتكلم عن انه عودتك للبلد. قال الخرطوم دي رجعت زي ما هي واهلها مرتاحين واهلها شاربين وماكلين والشفشافه نهبوها. الشفشافه دي منو؟ الشفشافه منو؟ والله العظيم الشيطان ده اشتغل فينا شغل بطال خلاص عشان يضرب القوات المسلحه واستنفار الشعب السوداني. قال في نصنا حركه ارهابيه اسمها منو؟ الحركه الاسلاميه. ما داري يواجهونا عديل، احنا ما اصحاب حق. العالم برا ما بيقدر يتكلم معانا. في مرتزقه كولومبيين اعترفت بينه امريكا دخلوا بيوت الناس، قاموا الناس ردوهم وصدون وحاربون. بالقانون الدولي الفقره 4 و5 بتسمح لك تتسلح كشعب وتدافع عن نفسك في حاله الاحتلال وحاله الاستيطان وحاله الحرب بالقانون الدولي. دارين ينزعوا مننا الحق ده. قالوا في نصنا في حركه ارهابيه هي الماكله راسنا احنا كشعب وكده. لما جو في الجنجويد ما دار يوصفوا الجنجويد انهم حراميه. شوف البرهان قاعد ورئيس اركان قاعد، الاول والجديد ياسر عطا ومحمد عثمان الحسين. المجرم اللي اسمه القبه قال لنا الشفشافه نهبوا الخرطوم. ما في شفشافي، كانوا كلهم لابسين كاكي بتاع دعم ذريع. ياسر عطا ما وقف، قال له اسمع قف شفشافه ديل منو؟ ما بيقدر يقول له كده عشان يطلعوا الدعم السريع ده كله من الجريمه. لبسوها في حاجه اسمها شفشافه. منو شفشافي ما عارفينه، جا من وين ما عارفينه، لابس منو ما عارفينه. الدعم السريع نكروا وعادي ممكن تلصق الشفشافه دي في القوات المسلحه. عادي بكره الصباح تطلع جهه اعلاميه خالد السلك، ومن هنا بدي المقترح ده خليه يركب امجد فريد ده في الاتحاد الاوروبي ولا برا، يتهم القوات المسلحه انها هي اللي عملت الشفشافه. بكره حتعمل الحاجه دي والبرهان قاعد ساكت ما قادر يقول له حاجه. طب برهان دخل بيتك سرق صورك، خدتوها صوره زواجك دي، انت ازاي سرقوها منو؟ قول كده كان تكلم وتقول له يا نور قبه كيف شفشافه منو؟ شوف لغه الحقد دي. بدل يضرب مثال تاني
إنه البلد استقرت بفضل القوات المسلحة، السودان استقر بفضل القوات المسلحة وثبات الشعب السوداني. قال الخرطوم الله يدي سمحة رجعت زي ما كانت بعد ما سرقوا الشفشافة، وليه هن يموتوا؟ ما ده الخطاب بتاع الهامي ذاته تدور الميتين الحارب دي عين الغيل بتاع الزول ده. الناس يقول لك انت شايله مع النرقبه، بعدين لما نركبك النرقبه ده ما تيجي تقول لي صرفه وين ونمرق بوين. لا ما عندي معك شغل، انا احد دي ما داخل معاكم فيها. احد دي طق صفحتي بقفيله ماشي الجزائر، اركب يا صاحبي، لكن حسي انا بعمل معاك الواجب. عين اللغه دي، اللغه بتاعت الخرطوم او حقت ابو منو؟ تنسيت الخطاب ده ولا شنو؟ الخرطوم حقت ابو منو؟ ما ده ذاته اللي بيقول فيه ده هسي، لكن في ظاهره انه كلام كويس. والله الخرطوم سمح رجع الخرطوم منو؟ انت ما توريهم. رجع الخرطوم منو؟ وريهم، قول لنا القوات المسلحة السودانية معاها المستنفرين، معاها الأسر المستنفرة، معاها الشعب السوداني دافع عن نفسه ورجع الخرطوم واسترداه وآن عمره. والخرطوم دي تاني ما في راجل بيقدر يدوق فيها كراعه. طوالي الطوال احنا اهلنا بهناك بيموتوا قتلون في الدعم السريع، ما تمشي لهم هناك انت. طيب اهلك بيموتوا هناك والجنجويد ما شغالين بيزول ولا مثقف ولا بيفرق معهم زول يعيش ولا يموت، صح؟ هسي الجنجويد انت لما جيت منهم كانوا بيحاربوا في منه؟ من الفاشر السقطت دي من شهر 10 الجنجويد قاعدين يحاربوا منه في دارفور. انت شفت شنو خلال ال6 شهور دي؟ داسي 7 شهور الجنجويد قتلوا منه. دارفور ما كلها حقتهم، كردفان كلها حقتهم، انت شفتهم قاعدين يحاربوا منه. قال لا في صحه لا في تعليم لا في استقرار. ما دي مناطق سيطره الجنجويد. انا داير اعرف انت الجنجويد ده لما فارقتهم في ال7 شهور كانوا بكتلوا في منه؟ ما في حاجه، ما فضل زول يقتلوا تاني. انت جبت القصه دي من وين؟ اهلنا ديل بس بيموتوا، اهلك بيموتوا لما الجنجويد يحاربوا الجيش، صح؟ ما لما الجنجويد ما قاعدين يقتلوا زول. ما في مستريحه دي ذاتها انا بالنسبه لي مسرحيه، زي مستريحه مسرحيه. انا شايف مستريحه دي مسرحيه، ما بقدر اتكلم معي، خلوني في حالي بس. انا شايف مستريحه مسرحيه، بس اللي حصل في مستريحه مسرحيه تمن بتدفعوا قربان للشيطان، وقاعد يتلقى العزا بتاعه نحس 6 شهور وطلقه ما حيفكها ومتر ما حيمرق وقاعد في حته دي بس. خلينا اسقفل الموضوع ده. قاعدين يقتلوا الجنجويد وين؟ الجنجويد بيقتلوا منو في دارفور؟ انت حزين عليه. قلت اهلك منو اللي قاعدين يموتوا هسه؟ ايوه اهلك اللي بيحاربوا في الجيش. شايف اللغه؟ هو ما هماه في الفاشر ولا هماه في الطينه، لا قال اهلنا بيموتوا بيقتلوا منو؟ اهلك الجيش. انت مش المفروض تمشي مع الجيش تقتلهم؟ النرقبه انضمه وحتشوف براك هسه بقول لك اهلنا بموتوا. يموتوا ليه؟ انا قلت لك ما حيحارب. لا بحارب. انت شايله معاه يا بتشيل حزنك وتبكي. الزول قال لك اهلنا بموتوا، يعني شنو؟ انا ما حواصل في القتل بتاعهم. اللي بيموت في دارفور حسي جنجويد بس اللي هو بيقتلوا للجيش. فتجي قال لك اهلنا بموتوا ليه؟ انتوا قاعدين في الخرطوم ومرتاحين وعماراتكم رجعت، وبيرفع في تمام الخرطوم قدام البرهان قدام رئيس اركان. ما وقف قال له انت الشفشاف اللي بتتكلم عنهم ديل منو؟ انه رقبه ديل ما كانوا عساكر الدعم. ما في الراجل بيقدر يفتح ميتينه. يا زول انت شايله مع الجيش وهرية اركان. حاضر انا شايله معهم. طيب نبدا اللقطه من الاول. يا واد يا مصطفى اعمل لي فلاش باك من لحظه المؤتمر بتاع هيئه اركان القوات المسلحه. اتدخل النرقبه يحضر الاحتفال حقه ويشيله. بس انت جاوب لي، اسمها هيئه اركان القوات المسلحه. البرهان ذاته ما مفروض يحضرها الا بصفته القائد العام، ما لانه رئيس الجمهوريه. رئيس الوزراء قاعد يمشي يحضرها؟ ده احتفال بتاع هيئه اركان، ده اسرار الجيش، ده قلب الجيش. جابوا المتمرد ده اللي جابوه كيف يا مصطفى محمود؟ في فيديو برا في المدخل بتاع القاعه دي اتسرب مصور طبعا وصول البرهان وكده وبتاع، ما ركز. تلقاه في صفحه السياده والقوات المسلحه، ودي صفحات بقت بتاعت الجنجويد. صفحه القوات المسلحه وصفحه مجلس السياده دي حق الجنجويد. 90% من البلابس حست حظروا فيها، بيقوا يحظروا كمان. برهان الصفحه دي حقت الدوله، بتحظروا الناس كيف يعني؟ ما ينبذوا البرهان، تحظرهم كيف يعني؟ جابوا لا ادمن يا زول قحات راسه عديل، قحات اللي حول بيقوا يحظروا. اسف فيكم كم بلبوسه حظرتوا صفحه القوات المسلحه. الناس بتعلق، ما عاجب الموضوع. انت مالك ومالهم؟
الصفحه دي حق الجيش ملك دوله، بيحظروا البلابس وبخلوا الغاحات والجنجويد. ايوه السلام حلو، السلام سمح يا يابا. طيب عمل لي فلاش باك يا ودي مصطفى لحظه وصول النور قبه. واخدي معايا اللقطه يا حاج. المدخل الرئيسي بتاع القاعه وقفت كروزر بيضة مصفحه، فتح الباب. الناس كانوا متخيلين انه منه ياسر العطا رئيس اركان البرهان ذاته. وانا ذاتي شفت الفيديو لما انفتح الباب نزل النور قبه، استعدل البدله حقته، وقف قصاد البوابه، الكاميرا بيجاي بيصوراه، يعني الكاميرا هو مصور الباب، مصور العربيه اللي وقفت، صورت النور قبه وقف. نور قبه عمل تحيه عسكريه. لما الكاميرا لفت دار تورينا النور قبه حي منه ومنو الحياو، قطعوا الفيديو. هذه اللقطه اللي انا منتظرها، دي اللقطه اللي انا منتظرها يا حقه. انا داير اشوف الجيش ده حيحيي النور قبه ولا ما حيحيي. انا البارحه ما بقول لنا الضباط جيش بشار، ده جيش بشار، ده ما جيش المكتب ولا نقعد نتظارف. دقوا له تحيه وسلم عليه واستقبلوه، لكن طبعا اللقطه قاموا قطعوها هنا. فانا داير اعرف الحي النور قبه منه. طبعا حيكون عمده، لازم يستقبلوا زول اللي بيستقبلوا ممكن رتبته او اقل منه او اعلى منه او اعلى منه او رتبته. الناس اللي بيكونوا واقفين بيسلم عليهم طابور الشرف عمده، فلازم يحيوه. قاموا قطعوا اللقطه، ما داير يجيبوا العساكر دايرين يحيوا النور قبه اللي امبارح كان جنجويد امبارح دي. وبعدين هو بيتباهى قدامهم بيقول لنا انا الرجل الثالث في القوات المسلحه، وبيطلعوا لنا الصحفيين المدفوعين دول يقول لنا ده الرجل الثالث والصندوق الاسود اللي عارف كل حاجه عن الدعم السريع. حلو. الزول ده انضم للدعم السريع بلسانه، قال 2019. الدعم السريع ده عمل سنه كم؟ الدعم السريع ده عمل سنه كم؟ الدعم السريع ده عمل سنه كم؟ 2008. 2008 قوات حرس الحدود تبعوها لجهاز الامن 2013، عملوا لها قانون قوات مسلحه 2017، دخلت في الثوره 2019. النور قبه يبقى الرجل الثالث كيف؟ عبد الرحيم 2، نمبر 1 حميتي، نمبر 3 عثمان عمليات، الصادق السيد، بحر ده كان ولايه الخرطوم ربنا يتقبل الشهيد بحر. ثاني اللي كان معاهم منو؟ جاني هنا الناطق الرسمي العميد اللي حسي ماسك بقى لي ماسك الفرقه 17 كوستي، ده من الناطق الرسمي بتاع الدعم السريع. النور قبه جاء 2019. 2019 كيف يبقى الرجل الثالث؟ انا داير افهم الرجل الثالث بوين؟ بخيالك انت بس دار توهمني وتروج له. ما عنده قيمه ذاته النور قبه ده. قيمته شنو في الدعم السريع؟ سمعت بوين انت؟ يا هو حصار الفاشر ده، معركه الفاشر. ثاني عمل شنو النور قبه؟ قرارات اللي اتخذها في الدعم السريع شنو يعني في النور قبه؟ شفتوا يا النور قبه بنبذوا فيه الدعامه من 2023 بيقولوا له طابور، يا دوب له 3 سنين في الدعم السريع. يقول لك الرجل الثالث صندوق اسرار الدعم السريع. هسه صندوق الاسرار بتاع الدعم السريع ده جا قاعد حلو. قال لنا شنو عن الدعم السريع؟ مهمش. يعني شنو مهمش؟ يعني ما الرجل الثالث ولا الرجل الرابع ولا الخامس ولا السابع، زول غايد ومحترم ورجل ثالث ومؤسس للدعم السريع يجي يشكي في الميديا وفي التسجيلات والتسريبات والله حميتي مهمشني، والله حميتي ما بديني سلاح. وانت طب كيف الرجل الثالث وعارف مداخل الدعم السريع وموارد الدعم السريع وقيادات الدعم السريع؟ ما تنشق سوق الدعم السريع ده رسمي. جاي لنا 120 عربيه، 120 عربيه، 120 عربيه ديل 4-5 من المجاهدين ديل بمسيرات كانوا بيقرضون عادي في اليوم الواحد. ده كل الرجل الثالث في الدعم السريع عنده 120 عربيه. قجه ده اكتر منك، قجه اكتر منك، سافرنا اكتر منك. ده الرجل الثالث صندوق اسرار الدعم. هو كان صندوق اسرار الدعم السريع بيطلع بيقول حميتي مهمشني. انت اخواننا بتفكروا بهذه حته في جسمكم، ما تقعد تسوق ليه القصه دي. هو الرجل الثالث كيف يطلع يقول حميتي مهمشني؟ ما بيدفع لي قروش، ما بيديني مرتبات، ما بيديني سلاح. دي ماسوره راكبه فيكم لغرض ما. الموضوع ده ما عنده علاقه باستسلام وتسليم، عنده حاجه ثانيه لقدام. ما قلنا اي رئيس بيسلم الرئيس بتاع السودان شنو؟ حرب مشتعله، ميليشيات جديده، ميليشيات حتخرج من السلطه، مناطق حدوديه فيها التهاب، وضع اقتصادي سيء. ده النظام بتاع الماسونيه اللي بيحكم السودان. بتيجي تدق المصحف على
البرهان قلت لكم المره فاتت حيسلم حربياته، حيسلم يا ولايه دار تنفصل، حيسلم يا اقليم ملتهب، حيسلم يا حدود، حيسلم يا ميليشيا دار تخش السلطه، ويا قوه عسكريه حتمرق من السلطه. في قوات حتمرق من الاتفاق مع الدوله، حتخش بدل قوه جديده. ده سيستم امريكا. انت ما تقعد تقول لي انه رقوب بسلم وحيعمل لي، ما حيعمل لي. هسه قال لك اهلنا بموتوا، اهله منو؟ اهله منو اللي بيموتوا؟ ما الجنجويد قال يوقف الموضوع ده، ما حيتفك طلقه. اذا هو بيشكي لك انه اهله من هو اللي بيموتوا، في منو في دارفور بيموت؟ ما في مواطنين اصلا في دارفور. اهله منو؟ اهله الجنجويد. ما حيحارب، ما حيحارب. ما تسمع الكلام الفاضي اللي بيقولوا لك ده. وده ما يبقى راجل يعمل مؤتمر صحفي. اللي يبقى راجل يعمل ما تقول لي تسمعوا الاشاعات وما تسمعوا الاشاعات. اطلع اعمل مؤتمر صحفي، اطلع بس قول اعمل مؤتمر صحفي وضح. طيب يا حاج، انا ده كله انسيه، الكلام ده كله خليه. هنسمع تاني حته بس عشان ندي حقه كامل. وما داري سوقنا يدنكلنا، هو عامل لنا عمليه اسمها الاستدراج، واحنا ما في اللي بيستدرجنا، احنا اللي بنستدرجك. احنا هسه بنستدرج فيك، ماشيين معاك حته حته. انت مش بتمرر فينا في الشغل ده؟ طيب اسمع الحته دي يا حاجه تاني. قول يا رئيس الجيش. نسمع تاني. اسمعوا للكلام ولا الاشاعات، ما في زول بشري مفاوضات، ولا تفاوضنا مع الزول، ولا بنتفاوض مع المتمردين ديل، ولا بنتفاوض مع كل زول داعم للمتمردين. نحن اذا كان في زول بلسانه قال ما تفاوضنا، ولا بنتفاوض مع متمردين، ولا بنتفاوض مع زول داعم للمتمردين، صح؟ الكلام ده بتلقيه مقطع في قناة الجزيرة السودان. معلش يا شباب، ممكن بعدين برضو الناس تجيب المقطع ده عشان ما يطلع صحفيته القاعدة في دبي تقول لك بيحرف كلام البرهان وبتاع. هو البرهان برهان زول يحرف كلامه كمان، واختطف من حمدوك يا